للناس اللي ما تعرفش محمد رمضان، أنا عايز أحكي لكم شوية عن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي في الوقت الحالي. بس قبل ما اتكلم ما تنساش اللايك والمتابعة، واهم حاجة تخليك معايا وتركز معايا في مسيرة محمد رمضان مع النادي الاهلي. محمد رمضان مع النادي الاهلي بدأ مسيرته مع نادي الترسانة قبل الانتقال للنادي الاهلي في موسم 1990، ولكن الفريق لم يوفق في التتويج بالدوري، ولكنه توج بلقب هداف الدوري بإحرازه 14 هدف. ولكن النادي الاهلي خسر اللقب لصالح الاسماعيلي، وفاز بكأس مصر حيث أحرز في ربع النهائي في شباك الاتحاد السكندري، وفي نصف النهائي أحرز ثنائية تاريخية في شباك الزمالك قبل التتويج على حساب أسوان بهدف محمد رمضان الشهير. وفي موسم 1991-1992 أحرز مع الأهلي في الدوري 11 هدف، وتوج الفريق ببطولة كأس مصر في اللقاء الأشهر بعد تسديد الطاهرة بوزيتا التي ارتدت من الحارس حسين السيد وأحرزها أيمن شوقي. وفي موسم 1992-1993 حقق الأهلي كأس مصر فقط، وأحرز محمد رمضان 9 أهداف، كما توج مع الأهلي بلقب بطولة أفريقيا أبطال الكأس على حساب أفريكا سبورت. وفي موسمه الأخير أعاد الأهلي درع الدوري للجزيرة بالمباراة الفاصلة أمام الإسماعيلي، وأحرز يومها محمد رمضان هاتريك تاريخي لا ينسى، ثم اعتزل كرة القدم واتجه للعمل الإداري. أحرز محمد رمضان في مسيرته في بطولة الدوري 84 هدف بواقع 44 بقميص النادي الأهلي و40 هدف بقميص فريق الترسانة، بجانب أهدافه في بطولة كأس مصر. محمد رمضان لعب أيضا مع منتخب مصر، ولكن حظه كان سيء جدا، فحقق محمد رمضان الميدالية الذهبية مع المنتخب المصري في بطولة الألعاب الأفريقية 1987، وكان عضو أساسي ضمن منتخب الفراعنة في بداية تصفيات كأس العالم 1990. وكان محمد رمضان من ضمن 6 لاعبين شاركوا في تصفيات كأس العالم 90، ولكن لم تشملهم قائمة محمود الجوهري في البطولة الكبرى، وأحرز هدفين في المباراة الأولى بالتصفيات ضد ليبيريا. عمل محمد رمضان في إدارة الكرة بالنادي الأهلي تحت رئاسة الراحل طارق سليم، ثم عمل مديرا لأكاديمية النادي الأهلي، ثم رحل للإشراف على الكرة بالمقاولين العرب. طبعا كل الناس ما تعرفش مين محمد رمضان، بس أنا عايز أقول لك إن هو أكثر صرامة من سيد عبد الحفيظ نفسه. فخلينا نشوف في الأيام الجاية، نتمنى له التوفيق بإذن الله. بتمنى اللايك والمتابعة. كان معكم محمود الجندي وبشكركم.